داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية. صورنا هذا المحتوى بدون علم المريض ولا الدكتور، فأهلا بيك في عالم المجانين أو العقلية. محدش عارف مين فينا المجنون. مصطفى برشام عن خبرة 5 تثبيت للمراقبين، وتكسير 7 عربيات، والتحرش ب5 من المدرسين أثناء تأدية عملهم، ودبحت مدرس بمسطرة. دبحته. هيكلمنا النهاردة عن رحلته في الثانوية العامة. ازيك يا مصطفى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لنا يا برشامة، ازاي بدأت رحلتك من الصفر لحد ما وصلت لتحت الصفر؟ والله وانا كنت بدخل الامتحان مديون بدرجات للمدرسين، يعني زي ما تقول كده عليا درجات مش معايا. لخص لنا الثانوية العامة في كلمة واحدة. سنة شطور. بتتشطر؟ بتتشطر قوي. ده انت بتعمل كده ليه؟ ماشي، السؤال اللي بعده. جبت كام في الثانوية العامة؟ لا يا عم، ما تدخلنيش في تفاصيل، انا بدي نصايح بس. ابوك عمل ايه لما عرف النتيجة؟ عارف المصدر ونفشخ؟ فشخ. فشخني. طيب من خبرتك كده يا برشامة، قول لنا ايه اشطر مدرسين اتعاملت معاهم؟ مستر حمادة بتاع الفيزياء عشان ذرات، وايمن بتاع الكيمياء ده بيسطر التاريخ، ومصطفى احياء دماغه نار يا حبيبي. يعني ايه دماغه دي نار، ان يا حبيبي ايه دي ان ايه. طب السؤال اللي لازما اي حد يتسأله طبعا، هو انت ايه اللي في ايدك ده؟ ايه ده، انت خدت بالك؟ اصل انا متعود امشي كده. برشامة بقى وكده. طب السؤال، انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ حياتي هتتغير 360 درجة. قصدك 180؟ لا 360 عشان هترجع للصفر تاني. هو انت لما تبقى قاعد كده في الدرس وسط اصحابك بتعد للمدرسين الفلوس؟ لا طبعا، انا بعد الطلبة نفسهم وبعرف انعدل الفلوس. والله وجهة نظر برضو يا برشام. هل رحت درس غلط قبل كده؟ ليه؟ عشان كانت علم رياضة وانا علوم. هل خنصرت فلوس درس قبل كده؟ مش اخلاق. يعني ما خنصرتش؟ لا خنصرت، انا ما عنديش اخلاق عادي. طب قول لنا، هربت من كام درس؟ 5. هربت منهم؟ لا 5 رحتهم. طب هو انت كنت ازاي بتجاوب في الامتحانات؟ ايه ده؟ يعني بالحب. طيب زمايلك بيسألوا بيقولوا انت ازاي كنت بتنظم وقتك؟ بقطعه. ازاي؟ ما هو لو لم تقطعه قطعك. هو انت كنت علم علوم ولا رياضة؟ صنايع. بتفكر في انك تدخل ايه؟ جناية 5 سنين. لو قدامك تطلب طلب واحد وهيتحقق، تطلب ايه؟ ايه؟ انت بتتوقع يكون مستقبلك عامل ازاي؟ طويل ومؤلم. ايه ده اللي طول ومؤلم؟ مستقبلي. ايه الكتاب اللي ترشحه للطلبة؟ والله انا من رأيي كاتب الكتاب. ولا تعليم يا راجل ولا وجع دماغ. كده انا عاقل اهو يا دكتور، المفروض تمضيلي على خروج بقى. طبعا هنكتب لك على خروج يا برشام. حسين، اكتب لي على خروج. ماشي، شكرا يا برشام، شكرا. ماشي شكرا. الحمام من الناس.